بص، انا واثق بعد الخدعة دي هتفتكر الكوتشينة دي مسحورة. واحد، اتنين، تلاتة. واحد، اتنين، تلاتة. طيب دلوقتي اكيد نفسك تعرف ازاي الخدعة دي بتتعمل. تعال اقول لك السر. بص، السر كله في حركة اسمها الدبل ليفت. يعني ايه؟ ببساطة انا بطلع الكارتين مع بعض كأنهم ورقة واحدة، وده اللي بيخلي الكارت يبان كأنه بيطلع لفوق بطريقة سحرية. يعني ايه برضه؟ تعال اقولك. انا دلوقتي وانا بعمل الخدعة وريتكم في الاول الورقة الاخيرة، هي دي. انا لما جيت اوريكم الورقة الاخيرة ما وريتكمش الورقة الاخيرة بالظبط، يعني ما خدتش الورقة الاخيرة كده وعملتها كده. انا خدت الورقة اللي تحتها كمان معاها، يعني خدت الورقة دي ومعاها الورقة دي كمان اللي تحتها. فاللي بيبان عندكم الورقة اللي تحتها دي، مش الورقة الأخيرة. ونحاول بقى مبينش ان الورقة اللي دول ورقتين، دول ورقة واحدة. فايه، انت بتعمل كده بعد ما تعمل الورقتين مع بعض تحطهم تاني. بعد كده بحط الورقة الأخيرة، عشان لو حطيت الورقة اللي تحتها معاها كده مش هنعمل حاجة، يعني كده كده مش هيحصل، مش هيطلع ولا أي حاجة. لكن لو حطينا ورقة أخيرة بس نحطها في النص، بعد كده نشوف الورقة الأخيرة نلاقيها هي الورقة اللي المشاهد شافها، عشان احنا ما شلناش الورقة دي، احنا شلنا الورقة اللي فوقيها اللي المشاهد ما شافها. بس كده. انا متأكد انك دلوقتي عايز تجرب الخدعة دي بنفسك. قبل ما تروح تجيب الكوتشينة دوس لايك واشتراك، وخلي بالك الفيديو الجاي هيكون اخطر خدعة عملتها لحد دلوقتي.